جاء رجل إلى قرية من القرى يسأل عن شخص هو لا يعرفه، واحد يدور واحد هو ما يعرفه، قال يا جماعة وين فلان ابن فلان الفلاني؟ قالوا فلان ابن فلان الفلاني هذاك الرجال هناك. فلما ذهب إليه وإذا به شخص بسيط عادي، إنسان يعني ليس لديه ميزة عبادة ولا طاعة، إنسان عادي جدا. فجاء إليه وقال أنت فلان؟ قال نعم. قال يا أخي أنا أريد منك أن تخبرني بالعمل الذي بينك وبين الله والذي لا يعلم به أحد إلا الله. قال أي عمل تقصد؟ قال في عندك أنت عمل تعمله، أنت لا تعرفني ولا أعرفك، وأنا أتيتك من مكان بعيد. لماذا؟ لأن في شيء صار لي علي بسبتك. أنت عندك عمل خفي، ما هو؟ وش سويت بينك وبين الله؟ ألح عليه، أصر عليه حتى أخبره. قال نعم أنا تزوجت بقريبة لي. يقول فلما تزوجت عليها مسكتني بعد الزواج وقالت استرني سترك الله. قالوا ايش فيك؟ قالت أنا حامل من غيرك، ولو علم أهلي لقتلوني مباشرة، وأنا بين يديك، إن أردت أن تخبرهم فافعل، وإن أردت أن تسترني فاسترني سترك الله. يقول فأسكت الرجل. قل أسكت وتحملت الأمر على مضض وخرجت من البلدة التي أنا فيها وجئت إلى هذه البلدة لا أحد يعرفني فيها. يقول فلما زوجتي يقول هذه منعتها عن الناس، ما تقابل أحد حتى ولدت. يقول فلما ولدت أخذت طفلها في آخر الليل وذهبت إلى باب المسجد. لما شفت الناس دخلوا المسجد يصلون، يقول رحت وراء باب المسجد وحطيت الولد ورحت أصلي مع الناس. يقول صلينا وخلصنا من الصلاة، فلما انتهينا من الصلاة صاح الطفل، تجمع الناس، هذا ابن من؟ هذا ولد من يعرف هذا الولد؟ فقال لهم هذا الرجل، خلاص ما دام ما تعرفونه أعطوني إياه وأنا أربيه، لكن اشهدوا هذا ليس بابني وإنما هو لقطة وجدته في المسجد. فأخذ الابن، يقول أخذته وأعدته إلى أمه وقلت هذا ابنك بين يديك الآن، ربيه، أنت الآن سترتي أمام الناس كلهم، وربي هذا الابن. قال طيب أنت الآن أعطيتك قصتي، ماذا فعلت أنت؟ وش اللي صار لك؟ قال رأيت رسول الله يبشرك بالجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أن فلان في الجنة بسبب هذا الفعل. ما أعظم الستر. المظلوم تذكر أن الله موجود. خذوا هذه القصة. كان هناك رجل كهل كبير في السن، طاعن في السن، يمشي ومعه عصاه، وكانت الأرض ممطورة يعني ما يزال فيها مستنقعات مياه. فهذا الشاب يمشي ويخبط بقدميه على هذا الماء ويطرطش على نفسه وعلى من حوله. فمرت بجواره شابة جميلة معها زوجها بجمال لبسها، فلما مروا من عنده خبط الأرض فطاش الماء فتوسخت ملابس هذه الشابة، فغضبت وصرخت والتفتت إلى زوجها واشتكت هذا الإنسان. هذا الجبار رأى هذا الضعيف فلطمه على وجهه، فسقط هذا الرجل الكبير على وجهه في المياه، ثم قام وقد ابتل وتعب، فنظر فإذا به لا يستطيع أن ينتقم من هذا، فتمتم بكلمات ثم ذهب. هذا ذهب هو وزوجته، دخلوا إلى البيت، مجرد ما أن وضع رجله على عتبة أول درجة سقط على رأسه ومات مباشرة. فذهبت المرأة تشتكي إلى القاضي وقالت أن هذا تمتم بكلمات وإني أظنه قد سحر زوجي أو فعل فيه ما فعل. فناداه القاضي وقال ما الذي قلته؟ تعال أيها الكهل، ما الذي قلت؟ قال إني نظرت إليه وإلى قوته وإلى ضعفي فقلت يا رب أريتني قدرته علي فأرني قدرتك عليه، فانتقم الله لي.
فالتفت القاضي إلى المرأة: اسمع، قال: اشتكيتيه إلى حبيبك فلطمه، واشتكاكم إلى حبيبه فقتله. هذا هو الجبار جل جلاله. فلا تتحدى الله. والله لو أن كل ظالم يعلم أن هناك رب يحصي وأيقن بهذا الأمر لما ظلم. ولذلك يا إخوة تأملوا معي في حديث المفلس. المفلس يأتي يوم القيامة معه حسنات كجبال تهامة، صحيح؟ لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما قال إنه يأتي يوم القيامة لأنه ما صلى يؤخذ من حسناته، أو ما صام ذاك اليوم يؤخذ من حسناته، أو أنه أفطر في رمضان لا، ما قال كذا. قال: يأتي وقد ظلم هذا وأكل ماذا هذا وسفك دم هذا. إذا شوف الآن هنا في حقوق تؤخذ، ولذلك تؤخذ من حسناته وتوزع على الآخرين. لماذا؟ لأن الجبار جل جلاله ينتصر لكل مظلوم، ولكل من سرق، ولكل من أخذ حقه. هكذا يكون الإيمان بالله عز وجل. القرآن تحضره الملائكة، عندما تقرأ كتاب الله الملائكة تحضر. خذوا هذه القصة، وهي حدثت لأكثر من صحابي، لكن أشهرهم أسيد بن حضير رضي الله عنه. كان يقرأ القرآن في بيته، وكان صوته جميل، وكان لوحده، عنده طفل له نائم بجواره، فكان يقرأ ويقرأ، وكلما ازداد خشوعا إذا بالخيل تجهل. كانت الخيل مربوطة فتجهل وتتحرك، فيخاف على طفله ويسحبه ولا يستغرب ما الذي يخيفها. ثم بعد ذلك يواصل القراءة، فإذا قرأ واستمر في القراءة جفلت الخيل، فخاف على طفله، فرفع رأسه فإذا مثل القناديل، مثل الأضواء في السماء، ارتفعت حتى اختفت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت كذا وكذا. قال: إنها الملائكة حضرت وسمعت قراءتك، ولو استمريت لرأيتها تمشي في الطرقات من الصباح. فحضروا الملائكة معكم، هؤلاء هم الضيوف الذين يرتفع القدر بهم. فيا إخوة هذا هو القرآن. إن الله عز وجل كلما قرأته فهو معك. ألا تريد معية الله؟ يحميك، يحفظك، يتولاك، يرعاك. اسمع ماذا يقول الله تعالى، يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فأنت عندما تقرأ القرآن فأنت تذكر الله وتتلو كتابه، فأنت إذن في معية الله عز وجل. خذوا هذا الموقف العجيب. قتيبة بن مسلم الباهلي تابعي من الدولة الأموية، انطلق حتى وصل إلى بلاد الصين. انطلق من بغداد ولم يقف إلا عند أسوار الصين، فتح بلاد المسلمين كلها، ودخلت آسيا في الإسلام دولة خلف دولة. فلما وقف عند باب الصين، وكانت الصين منيعة حصينة ومن أقوى قوى الأرض، ولا يعرفون ما هم العرب، وليس للعرب شأن عندهم، فلا حضارة ولا تاريخ ولا مجد. فلما وقفت الجيوش على تلك الأسوار العظيمة، أرسل ملك الصين لهم وقال: يأتينا مندوب منكم نرى ماذا تريدون. وقد لم يكونوا كثرة، كانوا في نظرهم قلة مقارنة بالصين آلاف الملايين من البشر. فلما قالوا لقتيبة: ملك الصين يريد وفدا، أرسل لهم 10 من الرجال، عليهم أحد التابعين اسمه الأكلبي، وانطلقوا وخططوا لخطة عجيبة. أتوه في اليوم الأول وهم يلبسون الثياب البيضاء الجميلة الناعمة الهادئة. فلما دخل الوفد وكانوا 10 من الرجال لم يكلمهم الملك ولم ينظر إليهم، ثم انصرفوا. فقال الملك لمن معه: ما رأيكم في هؤلاء؟ قالوا: إن كان
الذين خلفهم مثلهم فلا خوف علينا، من نعومتهم ومن حسن ملبسهم وجماله. فلما كان من الغد استأذنوا على الملك ودخلوا، فإذا بهم قد لبسوا العمائم، وإذا بهم قد تهيبوا في لبسهم وأحسنوا من شكلهم. فلما دخلوا اختلفت الوجوه، انصرفوا ولم يتكلموا مع الملك. فقال الملك: ما رأيكم بهؤلاء؟ قالوا: أما اليوم فيختلفون، ليسوا كالناعمين الذين أتونا بالأمس. فلما كان اليوم الثالث لبسوا لباس الحرب. وكان العربي إذا لبس لباس الحرب ترى الموت في عينه، ودخلوا بسيوفهم ورماحهم ودروعهم حتى وقفوا عليه، فما أن نظروهم حتى هابوهم. فقال الملك لمن معه: كيف رأيتموهم اليوم؟ قالوا: رأيت المنايا تحملها المطايا، أي رأينا رجالا يحملون الموت في أيديهم. الوضع اختلف. فقال: ليأتيني رئيسكم. فدخل عليه رئيس القوم فقال: لبستم في اليوم الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، لماذا؟ قال: أما اليوم الأول فأتيناك بلبسنا بين أهلنا وأحبابنا وأقاربنا، وأما اليوم الثاني فأتيناك بلبسنا عند حكامنا وملوكنا وقادتنا، وأما اليوم الثالث فأتيناك عندما نأتي نريد أن نموت أو نرجع ونحن قد انتصرنا. فقال: ماذا تريدون؟ قال: إن ملكنا قد أقسم، أي قتيبة، ألا يرجع من أرضكم إلا بعد أن يطأ أرضكم ويختم على رقاب ملوككم وتدفعون الجزية عن يد وأنتم صاغرون. انظر إلى العزة. من يتكلم مع من؟ مع ملك الصين الذي جيشه يغرق الأرض كلها، ولكنه المؤمن عندما يرتبط قلبه بالله عز وجل. فضحك الملك وقال: ومن أنتم؟ وما حجمكم؟ وما شأنكم؟ إن لم ترجعوا الآن لأحرقتكم عن بكرة أبيكم. فما رد عليه إلا بكلمة واحدة. اسمع يا مسلم، عندما يكون الارتباط بالله كيف يكون الرد؟ قال: كيف لك يا ملك الصين بجيش أوله هنا عند سور بابك وآخره هناك في منابت الزيتون في فلسطين، كل من هم خلفي جيش واحد يشهدون أن لا إله إلا الله، لو هبوا لهبوا كلهم بسيف واحد وصوت واحد. فارتج الملك وعلم أن هناك حق، ووالله لن يحترم الناس أمة ضعيفة، ولن تحترم إلا أمة قوية. فقال: ماذا يريد ملككم؟ قال: أقسم أن يطأ أرضكم. قال: أحضروا الصحون من الذهب وضعوا فيها شيء من تراب الصين واذهبوا به ليبر بقسمه. قال: ثم ماذا؟ قال: ويختم على رقاب ملوككم. قال: أرسلوا له بعض غلماننا ليختم عليهم. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر. ووالله استمرت الصين تدفع للأمة الإسلامية الجزية سنين طوال لما كنا أمة الإسلام الحق. هذا رجل اسمه أبو الحسن التهامي. أبو الحسن التهامي رجل بلغ 80 من عمره تقريبا ولم ينجب الأبناء، وبعد أن بلغ من الكبر عتيا رزقه الله بابن. تعرفون الإنسان لما يكون كبير في السن ومحروم من أولاد ثم يرزق بطفل سيتعلق فيه تعلق شديد، وفعلا أحب هذا الغلام، أحبه حتى صار هذا الغلام يعني عمره 2 سنين أو ما يقاربها، خلاص في قمة الحب وقمة تعلق الأب بابنه. مات هذا الابن بين يديه فحزن حزن شديد، وكتب مرثية من أعظم وأجمل مراثي العرب، واقرؤوها واسمعوها طويلة، يقول فيها: حكم المنية
في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفو من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. يعني يقول اللي يبغى الدنيا صافية مثل الذي يبحث عن النار في وسط البحر. قصيدة طويلة. بعد أيام مات هذا الرجل، فرآه أحد الناس في المنام، فقال: ما فعل الله بك يا أبا الحسن؟ فقال: غفر لي وأدخلني الجنة. قال: بماذا؟ قال: ببيتي شعر قلتهم في تلك القصيدة. ما هما البيتان؟ قال يخاطب ابنه، قال: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. هذا الابن وين راح؟ راح إلى الله، فهو في جوار الله. إذا أبوك الذي مات، أمك، أخوك، أختك، زوجتك الغالي عليك، هو ذهب إلى الله ما دام أنه مات لا إله إلا الله. رجلان أعميان جلس على طريق قصر لأحد الملوك، لأن هذا الطريق كل يوم تمر زوجة الملك من خلاله. فأما أحدهما فكان إذا أقبلت الملكة فإنه كان يقول: اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك. والذي بجانبه الأعمى الآخر يقول: اللهم ارزقني من فضلك أنت. فزوجة الملك أرادت أن تبين لهذين الفقيرين أن عطاءها عظيم، فقالت: أعطوا هذا الذي قال اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك، أعطوه دجاجة مشوية، وضعوا في وسطها 10 دنانير. 10 دنانير مبلغ ضخم جدا. وأعطوا ذلك الذي قال اللهم ارزقني من فضلك درهمين فقط. الدرهمين أقل من الدينار الواحد. أيهم أكثر عطاء الآن؟ العطاء الذي من زوجة الملك. وهذا الذي يقول أعطني من فضلك يا الله ما يأتيه إلا درهمين. و10 أيام كل ما مرت زوجة الملك يقول هذا الضرير اللهم أعطني من فضل زوجة الملك، فترسل له دجاجة فيها 10 دنانير. وهذاك مستمر اللهم أعطني من فضلك، فلا يأتيه إلا درهمين. وفي اليوم العاشر غضبت زوجة الملك فقالت لهذا الضرير: أنت الذي تقول اللهم أغنني من فضل زوجة الملك، أما ما كفاك ما أعطيناك؟ 10 دجاجات مشويات، في كل دجاجة 10 دنانير، يعني 100 دينار الذي جاءك. فبهت هذا الرجل. قالت: مالك؟ قال: أنت كنت تعطيني الدجاجة، فأقول ماذا أفعل بالدجاجة؟ فأبيعها على هذا الأعمى الثاني وأخذ منه الدرهمين. فإذا بالمرزوق حقا هو ذلك الذي توكل على الله وليس الذي توكل على زوجة الملك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلنحسن ظننا بالله عز وجل. كان هناك رجل رزقه الله بولد، فلما بلغ هذا الولد 2 سنين مات ابنه، فحزن عليه. وبعد ذلك حملت زوجته وأنجبت له ولدا ثاني، وما بلغ 1 سنة إلا ومات هذا الولد الثاني. الآن كم؟ 2 ماتوا ويدفنهم بيده. ثم رزقه الله ب4 بنات وراء بعض. كبرت البنات، أول واحدة تزوجت، فلما تزوجت وفرح بها وسعد بها أيضا ماتت وعمرها في 20، فدفنها. ثم زوج الثانية، فلما أنجبت له طفلة وفرح بها أيضا ماتت ودفنها. الآن 2 وولدين. ثم بعد ذلك البنت الثالثة ما بلغ عمرها 27 سنة إلا وتمرض وتموت ويدفنها. الآن 3 بنات وولدين. وبعد كل هذا الألم والمعاناة لم يبقى عنده إلا بنت، فيرزقه الله عز وجل بولد.
فيتعلق بالطفل ويحب هذا الطفل حب شديد، وما أن بلغ هذا الطفل 1.5 سنة إلا ويموت ويدفنه أيضا. إذا دفن كم؟ 6، 3 أبناء و3 بنات. تعرف منه هذا؟ هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كل من مات له حبيب، هل أنت خير من محمد عليه الصلاة والسلام؟ مات كل هؤلاء له. إذا ليس قضية الابتلاء أن الله عز وجل ينتقم منك، لا لا لا، لله حكمة فيما يأخذ ولله حكمة فيما يعطي. فهذا يجبر مصابك عندما تتذكر ماذا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر الحضرمي أحد ملوك اليمن أو من سلالة الملوك، قدم إلى المدينة مسلما، فالرسول صلى الله عليه وسلم احتفى به فأمر له بقطعة أرض كبيرة، وأمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن يذهب معه من أجل أن يعطيه أو يوصله للأرض هذه. كان معاوية فقير شديد الفقر، وهذا على ناقته، فقال معاوية لوائل بن حجر: أردفني معك في الناقة فقد أحرقت الرمضاء قدمي. قال: والله ليس شحا بالناقة، لكن من أنت حتى تركب مع أبناء الملوك؟ ثم مضوا جميعا، فقال: طب أعطني نعليك، الأرض أحرقت قدمي. قال: ليس شحا بالنعل، لكن من أنت حتى تلبس حذاء الملوك؟ ولكن أسمح لك أن تمشي في ظل الناقة. ومشيا جميعا، وتمر الأيام، ويتولى معاوية الملك ويصير هو خليفة المسلمين رضي الله عنه. ويأتي وائل بن حجر إلى الشام وقد جاوز 80 من عمره، فيدخل على معاوية، فلما رآه معاوية نزل من كرسي الملك وأحضر وائل بن حجر ووضعه عليه. وهنا قال وائل متذكرا تلك الأيام: يا ليتني كنت أعلم ما ستؤول إليه لكنت حملتك على حضني وأنا في الناقة. يا أخي الكريم، يا من توليت منصب من المناصب، أو كلفت بإدارة من الإدارات، أو أعطاك الله منصب أو مال أو إلى آخره، انتبه، لا تأمل الدنيا. فربما هذا الشخص الذي أنت في وجهه يوم من الأيام يكون يوما ما هو مديرك أو مسؤولك. تأملوا معي يا إخوة قصة آخر من يدخل الجنة. آخر من يدخل الجنة هو بالتأكيد آخر من يخرج من النار. يخرج من النار فيرى شجرة فيرجو من الله، يقول: يا رب أجلس تحتها في ظلها، فيجلسه الله. ثم إذا جلس فترة من الزمن يرى شجرة أجمل منها، يا رب قدمني إلى تلك الشجرة، فيقول له الله عز وجل: إن قدمتك ما تسألني غيرها، فيقول: لا أسألك غيرها، فيقدمه الله عز وجل لأنه يرى منه ما لا صبر له عليه، يريه الله شجرة أجمل منها، فيقول: يا رب قدمني إلى تلك الشجرة، فيقول الله له: أما عاهدتني ألا تسألني غير تلك الشجرة؟ يقول: قدمني ولا أسألك غيرها. فإذا قدمه يسمع أصوات الجنة ويشم رائحة الجنة، لأن رائحتها تشم من مسيرة 40 سنة. فعند ذلك يأتي على أطراف باب الجنة فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل له: ما يرسليك، يعني ما يكفيك ابن آدم، لو أعطيتك ملك أعظم من ملك في الدنيا. هذا ترى آخر من خرج من النار وآخر من دخل الجنة. فعندما يقول الله له: أعطيك ملكه، ويبدأ يضاعف له الله حتى يعطيه 10 أضعاف أعظم ملك من ملوك الدنيا. عندما كان يروي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث توقف وضحك عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك لأن الله عندما يعطي هذا العطاء لهذا العبد يلتفت العبد إلى ربه ويقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ما يصدق أن هذا كله له، فيضحك الله لهذا الإنسان، فأضحك لضحك الله عز وجل. الله أكبر. إذا هذا صنيعه في آخر من يدخل الجنة، فكيف بالعباد الصالحين الطائعين التوابين المتطهرين؟ ولذلك لما سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين قال الله فيهم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا أيها المؤمنون، إن الله عز وجل وعد المؤمنين وعدا جميلا، فلنستعد لتلك الجنة،
فإنها جنة لا تفنى ولا تبيد، والعظمة فيها لا توصف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يوم شافتني يقول والله تقعد تبكي، قالت والله اني داري قلبك ما راح يطاوعك. انا اعرف اصحاب القصة هذه. كان في شاب، وهذا الشاب معروف ببره بأمه، وكان شاب فقير، ما كان شاب غني. يوم من الأيام يقص لي الشاب هذا نفس القصة، يقول يوم من الأيام دخلت على أمي ولقيتها ضايقا صدرها. قلت وش فيك أمه؟ عسى ما خلاف. قالت والله يا ولدي إني مستحيت منك، لكن هذه فاتورة الكهرب 500 ريال، والله ما عندي أحد يسددها، والمشكلة أنه في إنذار فصل وأخاف يفصل علينا الكهرب. الولد يقول والله ما أملك من الدنيا إلا 500 ريال في حسابي. يقول قلت له يمه طب كلمي إخواني فلان وفلان ساكنين معنا بنفس البيت، كلميهم يسددون. قالت كلمة عجيبة، قالت أنا والله ما أمون إلا عليك، ما أمون عليهم. يا سعدك إذا صارت أمك تمون عليك. ترى في بعض الأمهات تمون على عيالها، وبعضهم لا تخاف منهم لأنه لا أعطاها العطية هذا صحيح، وبعضهم تقول هات اللي في مخباتك ولا عليها. ليه؟ لأن وصلوا إلى درجة من الحب تخليها تمون عليها. أنتم كذا يا شباب، حاولوا تكونوا كذا، لأن هذا هو البر. مو بالبر انك تنتظر تطلب، البر انك ما تخليها تطلب اصلا، تفكر فيها قبل ما تطلب. قال هذا الشاب شوفي يما حاولي بالعيال، والله ما معي الا 500 ريال وحنا باقي على الراتب كم يوم، وهذه يعني مصروفنا. قالت خير ان شاء الله اللي تشوف يا ولدي. طلع الولد يقول ابد ركبت سيارتي وطلعت على ركبت الخط الدائري. يقول لك قمت اهوجس مع نفسي، قلت الحين انا لو جاء ضيف رحت اتسلف علشان أعشيه ولا غديه، وهذه أمي تقول أسدد وأتردد. يقول وأنا أرجع. يقول يوم دخلت البيت ويوم شافتني يقول والله تقعد تبكي. قالت والله أني داري قلبك ما راح يطاوعك، لكن يا ولدي ماني معطي. قال لا هاتيه. ويوم أخذ الفاتورة انتبهوا، ما قال هاتيه الله يعين ما فيه إلا أنا وثم يخرب العطية، قال هاتيه وبيض الله وجهك، عطي الراس بس وأبشر يوم يمتي، يبي يحلها الله ويبي يفرجها الله. ووسع صدر أمه، ما خلى أمه يضيق صدرها، وراح وسدد. يقول قعدت والله ما أمعي ولا ريال، يقسم بالله ما مضى عليه 24 ساعة إلا واحد من المشايخ وهم قاعدين يتعشون في مطعم ماريز. بعد هذا يقول كنا نتعشى هناك معزوم، يقول ما عرفت أكل ذاك اليوم من زين أكلهم. يقول جالس معهم، يقول الشيخ التفت لي قال أبو فلان شو أخبار الدين؟ قال والله بشرك بزود، كل ما له يزيد عياله ينقص. يقولوا يطلع شيك والله يكتب لي 50,000 ريال والله العظيم. يقول أنا أخذ الشيك وأطير من لحظتي الساعة 11 بالليل أمي نايمة. يقول أطق الباب، تفتح لي من الباب وش بسم الله عليك؟ قال الله يسامحك يمه. قلت وش العلم؟ قال ما صارت الفاتورة 1000 ريال. هل 500 جابت 50، لو هي 1000 كان صارت 100,000. ولذلك ما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، فما بالك إذا صار مع أمك ولا مع أبوك. فيا أخواني تعاملوا مع الروح، ترى الروح حلوة وربي يحبها. اكرموها يكرمكم الله، ارحموها يرحمكم الله، عزوها يعزكم الله. أهينوها لن تجدوا من الله إلا ما فعلتم. أهينوها لن تجدوا من الله إلا ما فعلتم.